السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب الكل. تحياتي ليكم، تحياتي الناس اللي مشتركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. طبعا شرفنا ضيف جديد في المكان عندنا في المزرعة عندنا للعلاجات. طبعا رمضان كريم وكل سنة وحضراتكم طيبين. يعتبر ده أول فيديو لينا في شهر رمضان. حورس كلب عنده 8 شهور، تمام. ربنا يبارك لصاحبه يا رب، الاستاذ محمد. على فكره الاستاذ محمد ده تاني مره يتعامل معانا، كان يتعامل معانا قبل كده من قيمه يجي سنه ونص او سنتين، تمام. وانا ما كنتش اعرف هو يتعامل معانا قبل كده، يعني هو ما كنتش اعرف هو يتعامل معانا قبل كده. اتعامل معانا قبل كده في علاج برده كلب قبل كده، كان عنده تمدد واليونه وكساح، والحمد لله عالجناه. وبسبب الثقه وبسبب الحمد لله بفضل ربنا، بسبب شغلنا وبسبب الضمير وبسبب الحمد لله بفضل ربنا، في ناس كتير جدا بتحاربنا، بس الحمد لله بفضل ربنا الرزق واحد ومحدش هياخد رزقك. دي واحد. رقم اتنين، لو انت مش كويس الاستاذ محمد مش هيتصل بيك ولا هيتواصل معاك ولا هيجي لك تاني او هيتعامل معاك تاني. لو انت مش كويس وعارف، والاستاذ محمد عارف ان انت عندك قدرات في العلاجات والشغل ده، حتى هو قال لي انا عارف ومؤمن بقدراتك، تمام. بهذا النص وان شاء الله امر الله بقى هنبتدي اللي احنا نسجل شغلنا مع حالات الناس بكلام الناس قدامك على الطبيعه. ده حورس عنده 7-8 شهور، عنده مشكله كبيره جدا، اللي هو عنده كسور في رجله اللي ورا الشمال، في رجله اللي ورا الشمال. هو كلب على فكره كلب شرس جدا، وكلب شخصيه قويه جدا، وهو لسه صغير، وكلب محترم قوي قوي قوي، كلب جميل جدا. ربنا يبارك لصاحبه يا رب، اللي هو القوره والبوز المكتوم والالوانات الجميله المتناسقه. كلب هيطلع شوين من الستاندر، يعني كلب جميل جدا، ربنا يبارك فيه يا رب. طبعا الكلب ده حصل له التواء في العضله من ورا في المفصل واتكسرت نتيجه هو طالع على السلم واول مره ينزل على السلم، تمام. والايد اللي قدام زي ما انتم شايفين كده، الايد اللي قدام بقى، الايد اللي قدام اللي هي اللي على اليمين اتلوت بعد ما الرجل اللي ورا اللي على اليمين اتكسرت. بعدها ب3-4 ايام نزله تاني علشان حابب اللي هو يمشيه على طريق كلام الناس، كلام الدكاتره اللي هم ادوا له علاجات وكده. الايد اللي قدام اتلوت، تمام. شاطر حورس، شاطر 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 شاطر، يعني شاطر. طبعا انا قلقان منه ليه؟ لان هو طبعا شرس وبيعض وكده، تمام. بس انا حابب اللي هو ايه، ده اول تقابل، اول مقابله ما بينه وما بينه بقى شخصيا. شاطر حورس، شاطر. الايد اللي قدام دي يا جماعه دي اتلوت، تمام. ونتيجه الكسر طبعا هو ما بيمشيش، يعني هو ما بيتحركش، هو قاعد كده ما بيتحركش، تمام. وان شاء الله بامر الله هنصور بقى العلاجات والحاجات اللي بتاعته، بحيث لو لا قدر الله عندك المشكله دي تقدر تتصرف ازاي. بس لازم طبعا ما تنصحكش ان انت تتصرف بدماغك، لازم تتصرف برضو عن طريق خبره واللي انت اتعاملت قبل كده في المجال ده، لان طبعا حاجات برضو صعبه، لان عنده الكسر اللي ورا في الايد اللي في الرجل اللي ورا كسر كله مقرقش، يعني متدغدغ. طبعا عاوزين بقى ان شاء الله امر الله هنبنجه، هنصور لكم بقى فيديو للعلاجات بتاعته ونعرفكم ان احنا نعمل ايه ازاي معاه. وطبعا زي ما انتم شايفين كده الايد اللي قدام ايه اتلوت، الايد اللي قدام اتلوت، تمام. انما الرجل اللي ورا اليمين اتكسر. طبعا هو ما بيتحركش، تمام. زي ما انتم شايفين كده اهو، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه ما بيتحركش، تمام اهو ما بيتحركش خالص. بس زي ما انتم شايفين الرجل اللي ورا، بص الرجل اللي ورا اهي، تعال الرجل اللي ورا اللي هو رافعها دي اهو بتلف نتيجه اهو وقع تاني لان هو مش قادر اللي هو يمشي عليه، تمام. والايد اللي قدام دي اتلوت، وان شاء الله بامر ربنا ييسر دعواتكم معانا ان شاء الله بامر الله خير. حبينا ان احنا نصور الحاله، تمام. وبعد الحاله هتكون ايه، طبعا هو زي ما انتم شايفين كده قاعد تاني بره تاني في الارض، طبعا هو بيعمل بولو براسه وهو قاعد ما بيتحركش، تمام كده يا جماعه. وحبينا نصور حاله حورس قبل العلاج، وان شاء الله امر الله اثناء العلاج هنصوره، وبعد العلاج برضه هنصوره، وساعه التسليم ان شاء الله امر الله مع الاستاذ محمد هنصور، وهو برضه هيشرح لكم الحاله كانت ايه، ولما هيستلم الحاله ان شاء الله امر الله هتكون ايه. تحياتي للجميع واشوفكم على خير، وعلى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.